سادس حاجة الفحص الداخلي والإلكترونيات. خش واقعد جوه العربية لأن ده المكان اللي هتقضي فيه معظم وقتك. أول حاجة خد نفس عميق. الريحة عاملة إزاي؟ لو في ريحة عفن أو رطوبة ده معناه ممكن يكون في تسريب مية. بص على الفرش، هل الكراسي مقطعة أو مبقعة؟ بص على التابلو، هل في تشققات أو آثار للشمس؟ التكييف والكهرباء. جرب التكييف، لو التبريد ضعيف يبقى في تسريب أو الكمبريسور ضعيف ومحتاج فحص كامل. جرب كل الأزرار والإضاءات الداخلية، ما تعتمدش على كلام البايع. كل زرار لازم تجربه بنفسك. جرب الكاسيت، التكييف، إزاز الكهرباء، وأخيرا اتأكد إن أحزمة الأمان، المرايات والتابلو كله شغال تمام. اتأكد من العداد والممشى الحقيقي. بص على دواسات العربية والدركسيون أو عجلة القيادة والكراسي. لو العربية عاملة 50,000 كيلو بس دواساتها متهانة يبقى العداد أكيد ملعوب فيه. اسأل عن تقارير الصيانة أو سجل التوكيل لو متاح عشان تتأكد من عداد العربية.